بقى يا سيدي عشان تعبنا وجبنا اخرنا. مشكلة نادي الزمالك الأصلية والرئيسية هي الصراعات الداخلية يا ناس. الصراعات الداخلية اللي جوه النادي دي هي السبب في اللي فيه النادي دلوقتي. ما تطلعش تقول لي إن في مؤامرة كونية على النادي. لا، مش هنمشي ورا الكلام ده تاني. مؤامرة كونية مش موجودة جوه نادي الزمالك، هي صراعات داخلية. كل واحد بيدور على نفسه وكل واحد شايف نفسه هو اللي أحق بالإدارة، على اساس ان اداره نادي الزمالك دي اي حد يدير. يا راجل ده عاملين المجلس فين؟ المجلس راح جاب العدل جروب، ناس محترمه، مش هنغلط في حد ولا هنقول على حد حاجه، ناس محترمه. بس انت عايز تشتغل جوه نادي الزمالك، كفايه كلام، كفايه كلام، شبعنا كلام، عايزين فعل. كابتن ميدو انت طالع تتكلم حلو قوي، وعلى فكره انا وجهه نظري ان انت الوحيد اللي تقدر تدير نادي الزمالك دلوقتي، مع احترامي لكل الناس اللي موجوده. الكابتن حسين لبيب لا حد كان يعرف عنه حاجه ولا حد كان يتكلم عليه، مع احترامي لكل الناس اللي في المجلس. الكابتن احمد سليمان كان راجل طول عمره شغال مع المستشار مرتضى، وطول عمره راجل في الملعب بيمرن مع منتخب مصر، لكن الاداره دي جديده علينا واي حد بيدير يا جدعان. مشكله نادي الزمالك كمان ان كل واحد شايف نفسه فني واداري في نفس الوقت. يطلع يقول لك ما اعرفش يا عم، ما انت كنت في الملعب، انت في الملعب، انت خصصت نفسك في الملعب. الاداره دي تاخد كورسات، تاخد دورات تدريبيه، لكن انت بتضحك على مين؟ بتضحكوا على مين يا جدعان؟ جمهور نادي الزمالك تعب وزهق. احنا بنبقى ماشيين في الشارع الناس بتعايرنا، الناس بتقول لنا جبنا بن شرقي، جبنا امام، وهنجيب زيزو، وانا متوقع ده عشان ما عندناش اداره قويه، اداره حكيمه تعرف تدير نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي جماهيره بالملايين على مستوى العالم كله، نادي الزمالك اللي اخد احسن نادي في العالم سنة 2003 في شهر 2، وخش دور في ايه؟ انتوا بتديروا نادي كبير، انتوا بتديروا نادي كبير قوي، ما يستحقش منكم كده. جمهوره كتير جدا بالملايين، نفسه يفرح ونفسه يبقى ماشي. يا راجل ده انت بتاخد بطولة بعديها بتخرب، مع ان البطولات دي المفروض ان هي بتخليك اقوى. انت خدت البطولة، انت متخيل نادي الزمالك خد بطولة السوبر راح احتفلوا بيها في بيت شيكابالا وقعدوا يرقصوا ممثلين ومغنيين عشان خدت بطولة السوبر؟ هو ده نادي الزمالك؟ هو نادي الزمالك بيدار كده يا جدعان؟ انتوا بتضحكوا على مين؟ وتقول لي مجلس الإدارة بيحب النادي وناس محترمة، كلها ناس محترمة، بس ما حدش بيحب النادي، كل واحد بيبدي مصلحته، وكل واحد مصلحته فوق الكيان. الزمالك محتاج 10 صفقات، رحت جبت صفقتين، عارف ليه؟ عشان عندك مشاكل مادية. عارف ليه؟ عشان انت بتدور على الجمهور، انت بتدور على دماغك، عايز الجمهور يقول انا لا انت ما بعت زيزو، كنت بعت زيزو ب 6 مليون دولار يا اخي، وكنت حليت كل مشاكلك يا اخي. هي دي الاداره، واللعيب كان هيبقى احسن من كده وافضل من كده، وكان هيرجع عليك، مش عايز يرجع عليك براحته. لكن انت تضيع فرصه زي دي وفي الاخر تيجي تقول انا مديون وعليا فلوس. ايه؟ تضحكوا على مين؟ تضحكوا علينا؟ يا عم براحتك، بس جمهور نادي الزمالك ما يستحقش منكم كده. عايزين حد يلحق يدير نادي الزمالك من المشاكل اللي هي فيه. ما تخليش راجل رئيس نادي قطري ما اعرفش اسمه ايه، والله ما عارف اسمه ايه النادي، ما حدش يعرف عنهم حاجه، يقول لك احنا لو كابتن الخطيب حقه يقول كده، حقه يقول لك ان لو كابتن الخطيب كلمني انا هبعت اللعيب من غير فلوس. لكن الزمالك لا، حقه يا باشا، براحته يقول اللي هو عايزه. ما تضحكوش علينا عشان احنا زهقنا، جمهور نادي الزمالك زهق، عايزين حد يلحق نادي الزمالك من اللي هو فيه. السلام عليكم.